والكلام كثير والكوارث كثيرة التي صدرت من أمنا عائشة، كثيرة وكثيرة. معاناة النبي منها كثيرة وكثيرة، أفعال لا تصدر من امرأة بسيطة. معاناة النبي منها كثيرة وكثيرة، أفعال لا تصدر من امرأة بسيطة، من امرأة ناشز، من امرأة في بيت الزوجية عاصية، لا يصدر منها ما صدر من أمنا عائشة. شيء غريب وعجيب وفيه المفاجآت الكثيرة. فهل كانت السيدة عائشة بهذه الصفة، أو أن البخاري قد كذب وافترى عليها؟ هل كانت بهذه الصفة، أو أن البخاري قد كذب وافترى عليها؟ فهل يوصي النبي بأخذ الدين من عائشة؟ أي دين يؤخذ منها؟ رايات التحريض ضد عثمان، رايات البغي التي خرجت بها، رايات التبرج، تبرج الجاهلية والخروج خارج البيت، والجلوس مجالس الرجال وقيادة العساكر والتسبب بمقتل الناس ومزاحمة الرجال في المجالس ومخازي الفتاوى بإرضاع الكبير وغير هذه المخازي. فهل كانت السيدة عائشة بهذه الصفة، أو أن البخاري قد كذب وافترى عليها؟ أما آية واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا، فهذا تكليف لهن، فهذا أمر موجه للنساء بأن تقرأ في البيت، بأن تذكر ما يذكر في البيت، وليس تكليف تبرج الجاهلية والخروج خارج البيت ومزاحمة الرجال في المجالس، وليس تكليف وجوب الأخذ منهن. ما هذا الاستدلال الفاشل عندكم؟ واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، تذاكر آيات الله والحكمة في البيت للاتعاظ، للموعظة، للتقرب إلى الله في العبادات، في الأدعية، وليس الاختلاط، وليس قيادة الجيوش، وليس الجلوس في مجالس الرجال، وليس التسبب في مقتل الآلاف، وليس العمل في تأسيس الفتن ضد عثمان وضد علي رضي الله عن عثمان وسلام الله على علي. فهذا أمر موجه للنساء بأن تقرأ في البيت، بأن تذكر ما يذكر في البيت، ولا دلالة فيه بأننا نأخذ منهن، ولا دلالة فيه أن تخرج وتجلس مجالس الرجال وتتبرج تبرج الجاهلية الأولى وترفع رايات التحريض ورايات البغي وتقود الجيوش والعساكر كما كانت تفعل هند. وتلاحظ الكلاب، كلاب أهل النار من النواصب السلفية من السنة النواصب، تلاحظ كل الآيات والأحاديث التي تتحدث عن أهل البيت، عن العترة، عن علي، عن فاطمة، عن الحسن، عن الحسين، كلها بالنسبة لهم هواء في شبك. وهذه الآية المجملة المتشابهة وهي غير مختصة بالسيدة عائشة، وتأخذ كأساس ويبنى عليها وينسب إلى عائشة المئات والآلاف من الروايات من التدليس والكذب والافتراءات وبعض الحقائق التي صدرت منها فعلا. أسسوا على هذه. أين أمهات المؤمنين؟ أين باقي زوجات النبي؟ أين باقي زوجات النبي؟ لماذا انفردت عائشة؟ تدليس وتدليس. أسسوا على هذه. وهذه الآية آية واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة المجملة، وهذه الآية غير مختصة بالسيدة عائشة.